الترمذي. كتاب شمائل الترمذي اختصر الشيخ الألباني رحمه الله واختصر على صحيح. هات الكتاب شمائل الترمذي منه طبعة أخ ورهاني قد المنديل ده كده، طبعة كده اهو، تبقى حاطه في جيبك وتقعد تقراه كده زي ما انت بتختم القرآن كل فترة كده. اختم الكتاب ده بحيث انك تبقى دايما عايش معاه عليه الصلاة والسلام. كان بيتصرف ازاي، كان بيعمل. كنا لسه بنحكي للإخوة عندنا في الإخوة بتوع مدينة نصر درس بتاعهم بتاع سيرة، فكنا بناخد موقف كده على طرة كل درس من تمارين الشوق للنبي عليه الصلاة والسلام. فكنت أذكر ان في صحابي يقال له أبو عبد الله يكنى بذلك ونسيت اسمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلاه بطل المعصية وهو بيضحكوا. بطل معصية، تصور بطلوا المعصية بالضحك. ازاي؟ الصحابي خرج كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، خرج وراح قاعد لقى شوية نساء بيتكلموا، حس انهم نساء، فبص لهم كده وكان لسه حديث عهد بالإسلام فعجبوه. والجاهليه انت عارف بقى الرات الحمر وكانوا قاعدين وبتاع فلسه مسلم حديث، راح داخل لابس الحته الزفره وقام طالع قاعد جنبهم كده على اساس ان ايه ممكن حد يتكلم كلمه يقول له كلمه يرد عليها يعمل اي منظر يعني. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرآه جالسا فقال ما يجلسك بجوار النساء، قاعد ليه جنب النساء؟ هو الواحد نفسه يقول الكلام ده صح ولا لا؟ بقى الدين بيتقال النهارده كده قدام النساء، انت قاعد ليه عند النساء؟ ما يعرف ولا ما يعرفش ولا يتسئل ولا ما يغور في داهيه، انت قاعد جنب النسوان ليه؟ حاجة خلاص الواحد جاله الضغط والله العظيم، الواحد حاسس انه هيترمي في مستشفى قريب. فقال ما يجلسك بجوار النساء؟ فقال فهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين يا اخوه النبي كان ايه؟ لو النبي وهو بيكلمك كده ما تحكش، مش هقول لك كشر، ما تحكش، كلمك كلام دغري كده ممكن قلبك يقف من الرعب. كان مهاب على نصرته بالرعب، مهاب جدا. فأول ما قال له كده ونظر له كده اترعب الصحابي. قال فهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنه جمل لي قد شذ، جمل طلع شاذ جري، فأنا قاعد بطلبه والله بس مش قاعد جنب النساء ولا حاجة. فلا قال له ولا حاجة ولا قال له حاجة عليه الصلاة والسلام. شوف بقى بس خد بالك بطلوا المعصية دي ازاي. فسكت عنه ثم دخل صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم خرج إلى الصلاة فمر عليه فقال يا أبا عبد الله ما فعل شذوذ جملك، الجمل اللي بيجري لقيته؟ فقال ليس بعد يا رسول الله. فلما رجع إلى المدينة قال فلما لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عبد الله ما فعل شذوذ جملك، يعني لقيته؟ قال ليس بعد يا رسول الله. قال ثم تحينت وتحريت ألا ينظر إلي رسول الله، فبقيت بصلي في حتة تانية ولا هنا ولا هنا. اشتاق للجامع، ما هو شوف ألف باء تربية كده كان يخليهم يرتبطوا بالمسجد. فقال فاشتقت إلى المسجد فأتيت المسجد فصليت وقلت أختلس الصلاة وأرجع قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صليت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم جلس بجواره، هو بيصلي هنا والنبي قاعد قدامه كده. قال فطولت، قلت عشان بقى النبي صلى الله عليه وسلم يخلص ولا بتاع. فلما طولت نظر إلي وقال طول أو قصر يا أبا عبد الله أنا ها هنا حتى تنتهي من صلاتك. صلى الله عليه وآله وسلم. قال فلما انتهيت من الصلاة قلت قال لي ما فعل شذوذ جملك؟ قال قلت يا رسول الله تبت إلى الله وتبت بين يديه فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤالي. شوف خلصها ازاي. انت لما تقرا ده بالله عليك ممكن تبقى ماشي لوحدك كده وتفتكر ده، تفتكر الحته دي اللهم صل على محمد واله. شوف عامل ازاي، يبقى دايما في مخك.